من جديد أهلا بكم مشاهدينا. موهبة فلسطينية وشابة فلسطينية تتألق وتبدع لتجمع العديد من المواهب الجميلة والإبداعية في آن واحد. إلقاء وكتابة الشعر، إضافة إلى الغناء والإنشاد والتلحين، إضافة إلى إعداد الوصفات والمأكولات الشهيرة والشهية هنا بقطاع غزة. هذه أبرز المواهب التي تمتلكها الشابة الفلسطينية أماني سنونو. أهلا وسهلا فيك يا أماني. أهلا بك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح فلسطين، صباح كل المشاهدين. طيب، الكثير من المواهب الجميلة أنت يمكن الآن يعني تبدعي فيها. بتكتبي شعر وبتلقي وعندك الزجل وعندك الغناء والألحان، إنه أنت كمان بتلحني قبل شوي قلتي لي. نعم. خبريني كيف صار الشيء عندك؟ أول تجربة لأول موهبة أنت بديتيها شو هي كانت؟ كانت الموسيقى من الصغر، يعني من المدرسة أعزف اكسليفون، اكورديون. بعد كده الشعر جه الجامعة. أنا درست ليسانس آداب لغة عربية، ابتديت من الشعر بس توقفت يمكن 10 سنوات. كان يعني درست كلها للأولاد. من 4 سنوات بس رجعت أكتب تاني الشعر، ولما كتبت الشعر حبيت أنشده، فلجأت طبعا أنا بعزف فبقيت أنشد، لحنته يعني وأنشده. طب شو رأيك قبل ما نكفي حديثنا صباحي نسمع منك شيء وبعدها بنكفي إن شاء الله؟ إن شاء الله. هبتدي بقصيدة للأم. تفضلي. أهديها لجميع الأمهات. أحلى إهداء منك أكيد يا أماني، تفضلي. ألقيها شعرا وبعدين هأنشد مقطعين. تمام. قولوا لمن رغب العطاء ببيتها. عفوا، هو شغل موسيقى. تفضلي. لا، هو مشغل موسيقى عشان اوبريت القدس ده يعني يوقف. الموسيقى للأوبريت. تفضلي. طيب هلا قصيدة الأم. قولوا لمن رغب العطاء ببيتها إن السماحة لا تكون لغيرها. متنعم من ذاق حلو شرابها. أرض الإله أنت خير عمارها. أماه يا مهد الحنان على المدى. سكنا لمن عاش الوئام بدارها. يعطيك ألف عافية يا أماني. أكمل. كملي. شمس تضيء الكون بين بنانها، وبوجهها ورد يفوح بعطرها. شهر يزيد حلاوة في ربيعه. زهراء يا نبض الحياة بعمرها. يا قلب من يهوى الوصال بطرفها. علياء يا ثوب الإيمان بخدرها. إن زار ضيف الحزن يوما قلبها. سرا أسير بأسره لأسرها. إن زار ضيف الحزن يوما قلبها. سرا أسير بأسره لأسرها. رحماك يا رب العباد بدعوتي. بزيارة شط الهناء ببحرها. قولوا لمن رغب العطاء ببيتها إن السماحة لا تكون لغيرها. لا تكون لغيرها. خلصتي هيك؟ نعم. يعطيك ألف عافية. يعني كل تحية لكل الأمهات أينما وجدن. التضحية والعطاء والبذل دائما هاي صفات متلازمة للأم أينما كانت. وقديش احنا بنقدم كلمات وحروف، كل حروف الارض لو اجتمعت تعجز عن ايصال حجم العطاء يلي اعطتنا اياه الام. ربنا يحفظ كل الامهات ان شاء الله. بلشتي حكيتي لي ورجعتي انه تكتبي من الاول الشعر، وكان بدايتك انه تلحني بدايه تلحين لهي الاشعار حتى ودخلتي في المجال الغنائي. انشاد يعني. انشاد. انا بؤدي مش يعني كطرب يعني. يعني جميل انه شعر وانشاد وزجل. قبل شوي حكيتي لي انه كمان بامكانك انه تكتبي شعر وزجل نعم، بكتب جميع الوان الشعر. طب شو رايك نسمع الساده المشاهدين مقطع من قصائدك تاني؟ حكيتي لي عن اوبريت القدس قبل شوي. نعم. نسمع اوبريت القدس. نسمعه انشاد.
انشاد يلا. انا معايا الموسيقى، انا بعزف اكورديون بس تقيل في الحمل. اها وانا ساكنه بعيد فباخد 3 مواصلات، فانا مسجله العزف على تمام. الفلاشه. لكن لكن هذا العزف خاص فيكي اللي حنسمعه هلا انا مع الأوبريت. بعزفه. تمام. انا بعزفه وبنشد عليه. طب يلا نسمع الأوبريت ومخرجنا العظيم يجيب يجهز هو لنا المقطع اه الموسيقي. تفضلي. صوت واطي. لا واضح الصوت. لا مش سامعه الصوت واطي، الموسيقى ما فيش. يعلي شويه كمان يعلي. تمام. القدس لنا القدس لنا بها تحلو أغانينا. القدس لنا القدس لنا لها تعلو أيادينا. القدس لنا القدس لنا بها تحلو أغانينا. القدس لنا القدس لنا لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. يا وطنا تنادينا شروق الفجر تشدينا. عروش التمر تؤوينا. كتوف الكرم تسقينا. كتوف الكرم تسقينا. شجيرات تداوينا بزيت من أراضينا. ورمل من شواطئنا. على الأبدان تشفينا. على الأبدان تشفينا. على مضاد تبعدنا. على واد تلاقينا. على عهد أغانينا. سطور البعد تبكينا. سطور البعد تبكينا. كما ورد أيادينا. يفوح المسك من فينا. فصدقا إن توعدنا. خرير الماء يغرينا. خرير الماء يغرينا. القدس لنا القدس لنا بها تحلو أغانينا. القدس لنا القدس لنا لها تعلو أيادينا. القدس لنا القدس لنا بها تحلو أغانينا. القدس لنا القدس لنا لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. لها تعلو أيادينا. يعطيك العافية يا أمان. ممكن كمل فيها يعني مش مشكلة. يعني هاي الكلمات أنت كاتبتيها كمان؟ نعم. هي كلمات رائعة جدا جدا. شاركتي في هذا الأوبريت في أي معرض أو في أي مهرجان؟ وين كانت مشاركتك؟ كانت في دوحة الإبداع. شاركت العام الماضي أعتقد أو من سنة ونص، بس شاركته كإلقاء. إلقاء شعر. وشاركت فيه أيضا في القاهرة برضه. كان في مهرجان شاركت فيه إلقاء برضه. يعني أنا لحنته يمكن من سنة ونص العام الماضي. ويعني أأمل إنه يتنفذ يعني، أو يعني أطفال تغنيه أو صبايا. هو له مقطع تاني، هو كبير، هو 16 بيت ومحتاج يعني 8 مطربين مع 8 مطربات. كل مطرب هيقول مقطع مع إلقاء الشعر. جميلة جدا الكلمات. قديش
فيها ابداع وفيها تميز وعزفك الرائع كمان اضاف. خبريني شو نوع الاله اللي انت بتعزفي عليها؟ اكورديون. انا لي يعني على اليوتيوب كثير اعمال ممكن يعني للمشاهدين. تقيل هو في الحمل يعني، هو صعب كمان انه الواحد يفتح يتقال، بس يعني تمرنت عليه. كيف يعني كيف تمرنتي عليه انت لحالك؟ يعني صرتي عم بتدربي حالك تعليم بحالك؟ كان لحالي. انا هاويه بالموسيقى من الصغر. علمت نفسي بنفسي يعني، ما تعلمتش نوتة. السلم الموسيقي اعرفه والمقامات عرفتها قراءة يعني، لكن ما حدش علمني. يعني كنا نعزف في المدرسة، علمونا بدايات كده، وبعدين انا خلاص بقيت اعزف سماعي يعني، اي اغنية فيروز ام كلثوم اعزفها. فلما ابتديت اكتب الشعر بقيت الحنه، فطالما اللحن موجود العزف سهل. اللحن مش سهل انه الواحد يلحن يعني كدندنه، طالما خلاص العزف اللحن موجود انا بعزفه. مين اكثر مجال انت بتحسي حالك مبدعه فيه ومتالقه؟ الغناء، الانشاد، ولا القاء الشعر، كتابه الشعر، ام العزف؟ يعني هو ده متهيألي المشاهدين هي اللي بتحكم يعني، ما يعني انا بحبهم كلهم. بس يمكن في مجال معين انت بتحسي حالك انه ذات رونق عالي جدا، الالقاء محبب لإلك. الالقاء. اما الغناء لا، انا اؤدي فقط. شو رايك نسمع كمان قصيده؟ نسمع هنا من الديواني قصيده هي بعنوان قدح الايام. بس انا برضو لحنتها وهنشدها لحن ان شاء الله. نقولها الاول شعر. هي سميتها في الاغنيه، انا ما باخدش كل الابيات بلحنها، باخد منها وبلحن. تمام. اسمها لابد ان يحيا ودينا، دي في الانشاد، بس هنا دلوقتي هقولها كشعر قدح الايام. اتفضلي. انا كل قصائدي بنزلها على مجلات الكترونيه. تمام. يا جهل من جاء حبا وحاد عنه ضنينا، وسعد من ضم قلبا قد بات يوما حزينا. أيامنا في طباع ينجبن دوما أنينا، مضى زمان اصطبار من شوقنا قد أتينا. حبتنا دنيانا كأسا لنسقى عذابا مبينا، والملح بات شرابا فأجج الحزن فينا. فهل لنا بعض حلم تسعى به أيدينا، يسبح الطير صبحا يحيا به وادينا، ويسكن الليل عشا أغصانه تستبينا، والنخل جذعا ورطبا والربع توتا وتينا، فينسج الدهر عمرا بثوب حسن كسينا. انتهت. قصيدة قوية يعني كان فيها الكلمات. خبرتيني انه هي قصيدة من ديوانك، متى اصدرتي ديواني الاول عام 2013 طبع في القاهرة. في القاهرة يعني موجود هلا نسخ من هذا الديوان في مدينة القاهرة؟ لا، هو انا طبعت 200 نسخة ووزعت على المكتبات يعني، عايز اعيد طباعته تاني. شو كان عنوانه هالديوان؟ رهيفات الألم. اسم عميق. يعني في إمكانية إنه لإصدار نعم دواوين أخرى؟ 3 عندي. خربشات الريح هذا فصحى، وفي عمي ضلع القصايد، أنا أكتب أغاني ومواويل. ده عمي، ما بين عمية الفلسطينية وعمية المصرية. جميل. وفي ومضات كمان كتاب اسمه صرصرة تحت أشرعة السراب. يعني قريبا. عناوين الدواوين رائعة، اختياراتك موفقة فيها. هي العنوان بيدل على يعني المضمون بتاع الكتاب. بالتأكيد. ممكن تحكي لنا زجل هلا، شعر زجلي؟ زجل اقول لك موال. يلا نسمع. موالين صغيرين، واحد مصري وواحد بدوي. حلو، تمام، نسمع. الموال ده انا برضو ملحنها، انا جميع قصائدي الحنها بس هقوله القاء. تمام، تفضلي. اسمه جوز الجيوب فاضي. انا بهديه للشباب اللي هي يعني صعب انها تخطب او تتجوز. يا موشوشين الودع ده روحه غرقانه، عمره ما قال ولينا
قال ياما كبدي على دي الجدع يكتم في قلبه الصوت، ولا عمره مرة زعق وجيوبه دبلانة. جوز الحمام هيطير وسحبته سرقانة. اسرق يا عم وطير قلبك ده ويانا. عليك وبيت زغليل زغلول ومش هيطير، ده مهما حمامك طار مسيره في يوم هيغير. طلعت عالسطوح زغلول وبينادي، أخدت معايا الحبوب وجيبي ده كان فاضي. قربت عالزغلول بحبة فول نادي، أتاريه بياكل قمح ولسانه مش عادي. أتاريه بياكل قمح ولسانه مش عادي. جميل انه عم تحكي الموال باللهجه المصريه. انت كنت عايشه اعتقد في القاهره. انا مقيمه في القاهره طول عمري، انا باجي هنا كل 6 شهور، والقاهره لي سنتين بس في ظروف خلتني اجي هنا. في اعمال لكن الك بتعرض في القاهره، يعني عم بتشاركي في مهرجانات حيه؟ كل مهرجانات وامسيات وصالونات، وانا كمان مؤسسه صالون اسسته هنا. لا هنا اسسته هنا من سنتين. اسمه صالون لمسات الاماني. وكمان شاركت عضوة مؤسسة في اتحاد صالونات مصر والعرب في القاهرة، وهنا عضوة في مؤسسة دوحة الإبداع وملتقى شواطئ الأدب، وكثير برضو من يعني كذا رابطة برضو عضوة فيها. ما شاء الله عليك يا أماني. أماني كمان عندك موهبة وفن وذوق في تقديم الأكل وطبخ الأكل كمان. الفن وهيك. كيف كمان قدرت إنه تجمع بين كل هاي المواهب، وكيف تعلمت هاي الأشياء؟ الطبخ برضو عندي موهبة. الحلويات، وأحب كمان أبدع، يعني أنا يعني أزود على يعني أضيف إضافات كمان للأكلة، ما أعملهاش زي ما هي. وأبدع في بعض الأكلات. عملت صفحة من 4 سنوات اسمها صفحة أطباق الأماني، موجودة على الفيسبوك وموجودة على اليوتيوب. بتقدمي فيها وصفات بقدم فيها للمشاهدين. وبصور من البداية، وبصور فيديو. أعمال كتير من الأطباق نزلتها فيديو. وكمان ساعات بقول شعر على الطبق نفسه، يعني كاتبة لمسة بطبقي ولمسة بقلمي. الله. في الفيديوهات ما بنزلها بالنهاية بقول زجل يعني على الطبق. وفي رمضان العام ده قدمت هنا في إذاعة الأزهر برنامج بين إعدادي وتقديمي اسمه أطباق وكلمات. كنت أقدمه في رمضان، وأقدم الطبق وأقول عليه الزجل. موجود في حلقة نزلتها موجودة على اليوتيوب يعني. جميل. في ممكن هلا تعطينا مثال يعني على أكلة تعطينا عليها زجل؟ ممكن اقول زجل. يعني انا حافظه، يعني مش جايبه معايا، بس حضرتك تمام. اوكي. نقول زجل فلسطيني. يلا. ممكن نقول لك مصري هو صغير. نقول برضه للشباب طبخ العزوبيه. طبخ العزوبيه. يا سلام على طبخ العزوبيه، مقلوبه وفت وملوخيه، مقلوبه الخير مستجويه، والفت شوارع في صينيه، المحشي مخرم تجويره، الكوسة تعوم فوق المرقة، واللحم فتافيت مهرية، والكفتة صوابع مقلية، وتشوفه محروق شوية. ملوخية سهل الملوخية، خليه في رمضان ملوخية. يا سلام على طبخ العزوبية، مقلوبة وفت وملوخية. يعطيك الف عافيه. يمكن انت قربتي كيف الشباب لما بيكونوا بوقت العزوبيه عم بيعملوا اكل. يمكن هاي الاكلات اللي انت ذكرتيها قبل شوي بالزجل فعلا يمكن احنا بنستغرب انه هيك بيطلعوا. اصل بعض الشباب على صفحتي بيرسلوا لي، يعني اخر مره واحد كان عايز جمبري وفعلا نفذه وبعت لي قال لي جمبري طلع جميل. فبقيت في كتير مغتربين شباب وطلبه فبيحتاجوا فعلا، فبيلجأوا لصفحتي، وانا ببقى مبسوطه انهم بينفذوا وبينجح معاهم الطبق. يعني جميل جميل. يعني لك صدى ولك انتشار فيها. يعني مش كتير والله. هي الصفحه انا نفسي تنتشر، يعني الفائده هي ما تجيش لسه 3000 لايك. طب اماني، شو ممكن تسمعينا شيء ختامي؟
قبل ما نختم البرنامج؟ كشعر يعني؟ شعر او انشاد يلي إنشاد؟ بتشوفيه. ممكن انشاد القصيده هنا، ممكن لابد ان يحيا ودينا. يلا تفضل. يسمعنا هو الموسيقى. موسيقى يا مخرجنا العظيم. يلا. تمام. هو غلط في الاول، وترني يعني في الاول. لا لا ما تتوتر هو صح يعني. صح. هلا هي. كمل تمام. بالمعطف. هي الموسيقى دي. تفضل. يا جهل من لاق حبا وحاد عنه ضنينا، وساد من ضم قلبا قد بات يوما حزينا. أيامنا في طباع ينجبنا دوما آنينا، حبتنا دنيانا كأسا فأجاج الحزن فينا، فأجاج الحزن فينا. فهل لنا بعض حلم تسعى به أيدينا، يسبح الطير صبحا يحيا به وادينا، ويسكن الليل عشا أغصانه تستبينا، والنخل جذعا وربا والربع توتا واتينا، والربع توتا واتينا. يا جهل من لاق حبا وحاد عنه ضنينا، وساد من ضم قلبا قد بات يوما حزينا. فهل لنا بعض حلم تسعى به أيدينا، يسبح الطير صبحا يحيا به وادينا، يحيا به وادينا، يحيا به وادينا. الله عليك، يعطيك الف عافيه اماني. بتذكريني بهذا الاداء والصوت والاحساس اللي عندك يمكن في افلام القديمه كثير لما بيكون في اسمهان قصدك؟ لا مش اسمهان، بحكي على المقطوعات الدينيه في داخل الافلام لما بيكونوا هيك مغنيات يعني للانشاد الديني بيكون. انا كتبت وانشدت ديني. ما شاء الله عليك. ما فيش وقت يعني. طبعا انا والله، وبيبعتوا لي كمان بلحن لهم لحنت قصائد دينيه. أنا بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وتوصلي للأحلام يلي أنت بتتمنيها. شو في رسالة أخيرة معنا اليوم في صباح الكوفية؟ يعني رسالة أنا بوجهها لشعبنا هنا الفلسطيني، يعني بصراحة صبور كتير، وأمهات الأسرى وأمهات الشهيد، وبأمل إنه ينفك الحصار والانقسام، يعني بصراحة إن شاء الله. يعني صعب كده، يعني إن شاء الله
يعني بأمل خيري والله للشعب الفلسطيني والشعب المصري طبعا. أكيد شعب واحد، ودائما أهلنا في مصر كمان من أكثر الشعوب يلي وقفت ودعمت القضية الفلسطينية. أكيد إحنا مصر أم الدنيا. أكيد. أنا بتشكر وجودك اليوم وأنا معنا، بشكرك. وكل التوفيق لك، ونشوفك في أعلى المراتب يا إن رب. شاء الله. أماني مشاهدينا، بهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية صباح الكوفية لهذا اليوم. نتمنى لكم نهار سعيد مليء بالخيرات والمفاجآت السعيدة والسارة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.